السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وحشتوني 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 من اخر فيديو. النهاردة يا جماعة جايين كده نعمل بقى معانا احلى مربى المانجا. ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا جماعة المربى بتبقى غالية جدا، فقلنا النهاردة كده نستغل واحنا لسه عندنا شوية مانجا، نعمل كده بطرمانين مانجا ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين كده بقى بالعيش البلدي كده. وكلي بقى يا شوشو احلى مربى المانجا. بص بصراحة مش قادرة ان انا اقاوم طعمها، بألف هنا وشفا. وعملنا كمية جميلة جدا 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 من مربى المانجا زي ما انتم شايفين يا جماعة. شوفوا بقى البطرمان دوت كده لو بره هيكلفنا قد ايه. النهاردة عملناهم ب3 حبايات من المانجا، هنعمل كمية كبيرة من مربى المانجا ما شاء الله تبارك الرحمن. ويلا نشوف بقى وصفتنا النهارده. بس قبل ما نبدأ الفيديو لازم تعملوا لاختكم شوشو اللايك وتعليقكم اللي بيحفزني، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. النهارده معانا 3 حبايات من المانجا، بس انا عايزه بقى مانجا ايه مستويه شويه، ما تكونش يعني مخوصه او نيه شويه، لا انا عايزاها كده مستويه وصفرة زي ما انتم شايفين اهوت ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنقطعها بقى تقطيع كده هون. بصوا يا جماعه انا طبعا جبت كده 3 حبايات مانجا وقطعتهم زي ما انتم شايفين بقى. بصوا المانجا صفرة وجميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. هنحط عليها كوباية سكر. خطوات يا جماعة بسيطة وسهلة وسريعة والله وهتبسطكم. هنحط يا دوبك كده كوباية ونص، بقى كوبايتين اللي انت عايزاه. لو بتحبوها مسكرة قوي حطي، لو بتحبوها دلع ما تحطيش، ما تكتريش سكر. وهنحطها دلوقتي على البوتاجاز. هي بقت جاهزة اهي يا جماعة. هنحطها بقى كده على البوتاجاز تاخد لها كده غلوتين حلوين. واهم ما في الموضوع فص الليمون ده يا جماعة، لازم نديها كده عصرتين ليمون كده حلوين ما شاء الله بألف هنا وشفا. يلا بقى لو وصلت الفيديو لغاية دلوقتي معايا اكتبيلي في الكومنتات شوشو ملكة المانجا ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اهون بقى بدأت بقى تغلي والسكر بدأ يسيح في قلب المانجا. هي ما بتاخدش سوا خالص يا دوبك والله يا جماعة، عايزة اقول لكم من 10 دقايق لربع ساعة بتبقى معانا المربى بتبقى جاهزة. بدأت بقى خلاص تغلي معانا هي، والمانجا بدأت تسيح خالص وتتهري معانا. انا طبعا يا جماعة عايزة ان المربى بتاعتنا تبقى فيها قطع كده من المانجا، ما تبقاش زي العصير، لا انا عايزاها كده قطع ما شاء الله تبارك الرحمن. بدأ بقى السكر كده يتكرمل معانا في قلب المانجا. زي ما قلت لكم لو وصلتوا الفيديو لغايه دلوقتي اكتبوا لي في الكومنتات شوشو ملكة المانجا. ودي بدأت خلاص بقى اتهرت معانا خالص اهيت. اهري فيها كده بالمعلقه اللي معاكي، مش عايزين نضربها في الخلاط عشان ما تبقاش معانا عصير، احنا عايزينها كده قطع ما شاء الله تبارك الرحمن. عايزه اقول لكم والله ريحتها جميله جدا جدا بألف هنا وشفا. بصوا بقى هي خلاص كده جاهزه اهوت. عملنا كميه جميله جدا من 3 حبايات من مانجا. وادي معانا بطرمان فاضي، هنعبي بقى في البطرمان دون. بس المهم ان البطرمان يكون ناشف، يعني يكون مغسول من بدري وناشف. هنعبي بقى فيها كده المانجا بتاعتنا. بصوا يا جماعه يعني 3 حبايات مانجا هيعملوا معانا يمكن بطرمانين واكتر. والله هو عمل معايا بصراحه يعني كميه حلوه من المانجا. يا رب يا جماعه الفيديو النهارده يعجبكم وجربوا، والله وصفه جميله جدا جدا جدا. طريقه مربى المانجا بتاعت اختكم شوشو، وطريقه سهله وكل حاجه عندنا في البيت. هاتي 2 كيلو مانجا هتعملي 3 4 بطرمانات من مربى المانجا.
ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. تسلموا لي احلى عيلة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ويا رب اكون فدتكم النهارده بالفيديو. احلى مربة مانجا من ايد اختكم شوشو ملكة المانجا. تسلموا لي احلى اخوات. السلام عليكم حبايبي.